برشا ناس تسمع نحكي وصندوق النقد الدولي باش ناخذوا قرض ما ناخذوش قرض، هذه حاجه باهيه هذه حاجه مش باهيه. هي القروض باهيه ولا مش باهيه؟ القروض راهي باهيه ومش باهيه. اعطيني القرض هو شنو وشنية الشروط اللي فيه ولشنو باش نستعملوا الفلوس ونقول لك. مثال كي ناخذوا احنا القرض من صندوق النقد الدولي اللي هو قرض باش يمشي باش يعطي فلوس ويمنع البنوك، باش يعطي فلوس للشركات الكبرى، وباش يخلص الديون متاع الدولة، وباش يخلص المؤسسات اللي هي فلست واللي الدولة ما تحبش تصلحهم. هذا قرض باهي ولا مش باهي؟ لا، هذا قرض مش باهي، لأنه القرض هذايا يرهن الشعب التونسي، احنا باش نخلصوه من جيوبنا، أجيال وراء أجيال باش تبدأ تخلص فيه القرض هذاك، خاصة أنه اليوم الديون في تونس فاتت 100% من الناتج الوطني الخام، معناها عندنا ديون أكثر من اللي ننتجوه في العام. فالقرض هذا مش باهي. كيفاش يولي القرض باهي؟ هاو كيفاش كي نجو ناخذ قرض مثال اللي هو فيه باش ندعموا به المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كي ناخذ قرض باش نصلحوا به الاقتصاد ونجو العوائق النمو في الاقتصاد هذوكم نصلحوه، مثال قطاع النقل، ناخذ قرض باش نصلحوا قطاع النقل، باش نخوصوا جزء من قطاع النقل، باش نصلحوا به البورت، باش نصلحوا به المطارات. هذه تحلي في النمو وتحرك لي عجلة النمو، وبالتالي الماكينة تخدم، الماكينة تدور، تولي الناس اللي تنتج تنجم تخرج سلعتها لبرا وتصدرها، وبالتالي تدخل لي فلوس في البلاد وتدور الماكينة. وقتها نجم نخلص القرض هذاك من عائداتك النمو الاقتصادي. شفتوا هي حلقة كاملة. وقتها القرض يولي باهي. المنظومة الاقتصادية في تونس انهارت لأنها منظومة قديمة، منظومة ريع، منظومة قائمة على الدولة تعطي امتيازات لأفراد معينين ومجموعات معينين ومصالح معينة داخل الدولة وخارج الدولة، وهي منظومة تقصي أغلب شرائح المجتمع. الناس اللي تخدم في القطاع الموازي، أغلبية التوانسة اليوم يخدموا في القطاع الموازي، ما يخدموش في المنظومة الاقتصادية متاعهم، وبالتالي الشعب التونسي يرهنوا فيه في قروض باش يمولوا بها منظومة اللي هي ما تتمشاش واللي هي الشعب التونسي مش مستنفع بها. لا، هذه مشكلة. فالقروض باهية ولا مش باهية؟ سا ديبون. احكي لي على القرض شنو باش تعمل بيه، منين باش تخلصه، وهل انه الشعب التونسي باش يستنفع منه ولا لا. وقتها نقولك القرض باهي ولا مش باهي.